السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير وبسعادة. جايبه لكم النهارده فيديو حلو قوي ومهم جدا لاي ست بيت. النهارده هنتعلم ازاي نشتري التوم ونفرزه، وهقولك على نصايح مهمة جدا، بس خليكي معايا لاخر الفيديو علشان تقدري تعرفي اي توم تشتريه علشان تفرزيه، واي توم ما ينفعش ان احنا نفرزه. بس خليكي معايا لان انا متأكدة ان محدش قالك المعلومات دي قبل كده. وهنتعلم مع بعض ازاي نفرز الثوم ويفضل معاكي لاكتر من سنة، تقدري تحتفظي بيه في الفريزر وتستخدميه زي ما انت عايزة. يعني هتوفري على نفسك الوقت والمجهود، هو تعب يوم واحد بس. وتقدري تشتري الثوم في الوقت دوت، لان دلوقتي هو اوان الثوم بسعر كويس وعلى قد ايدينا. وهنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل الثوم البودر، حاجة كده احلى من الجاهز. وهخليكي النهارده تستفيدي بكل كمية الثوم اللي احنا اشتريناه، مش هتهدري منها حاجة. تعالي بقى اقولك على اهم نصيحة في ان انت لما تيجي تشتري التوم تختاري اي واحد فيهم. التوم اللي في الجهة اليمنى دوت هو ده اللي بيتم تفريزه، بيبقى لسه عوده اخضر. اما اللي على الشمال تقدري تحتفظي بيها باي طريقة تانية غير التفريز. وخليكي نصحى وانت بتشتري، لو انت ناوية تخزني التوم في الفريزر يبقى هتشتري زي ما اتفقنا التوم اللي لسه عوده اخضر، وده طبعا هيوزن معاكي كمية كبيرة. طيب احنا عايزين نستفيد بالتوم كله بدون ما نهدر منه حاجة. اما لو انت هتخزنيه في البلكونة مثلا هتختاري التوم اللي كان على ايدينا الشمال. ودي معلومة مهمة قوي في تخزين التوم. لو احنا اشترينا التوم اللي عوده اخضر وتم تخزينه في البلكونة زي ما احنا بقى بنشوف، هيجي بعد فترة هتلاقي التوم معانا فضة. يعني بمعنى اصح احنا خسرنا كمية كبيرة من التوم. علشان كده طريقة التخزين للتوم هي اللي هتخليكي تقدري تحددي اي نوعية توم هتشتريها. وزي ما احنا شفنا انا دلوقتي فصلت العود عن الروز بتاعت التوم، وهبدأ اقشر القشرة الخارجية زي ما احنا شايفين. القشرة نضيفة وزي الفل وحاجة كده بسم الله ما شاء الله، هنقدر نعمل منها احلى توم باودر. وهنبدأ نفصل كل التوم اللي معانا عن القشرة، وهنشوف دلوقتي بالظبط الخطوات بالتفصيل اللي احنا نقدر نفرز بيها التوم عن القشرة. بس خليكي بس مركزة معايا وانت هتعرفي ازاي نعمل التوم. وهنبدأ بالسكينة نشيل الجزء دوت عشان تسهل معانا ان احنا نقدر نخرج التوم من القشر، لان دي تقريبا بيبقى الجزء اللي ماسك التوم كلها. خليكي بس معايا للاخر وانت هتشوفي ازاي نعمل التوم. الجزئية اللي في النص ديت احنا بنقدر نتخلص منها، احنا مش محتاجينها. وبكده قدرنا نفرز التوم عن القشر. وبعد ما خلصنا كل الكمية اللي معانا زي ما احنا شايفين، وحاجة كده بسم الله ما شاء الله زي الفل. وبقى معانا التوم والقشر والعيدان. وخليكي معايا للاخر عشان اقولك ازاي نستفيد من العيدان دي. اوعي ترمي حاجة من التوم، هنستخدمه كله. بالنسبة لقشر التوم انا مش هحمصه وهو لسه طري كده في الفرن، هقولكوا هنعمل ايه. انا هسيبه الاول ينشف زي النعناع حوالي يومين 3 كده بره قبل ما احمصه، وبعد كده مش هياخد دقيقتين 3 في الفرن.
ويلا بينا نشوف هنعمل التوم معانا ازاي. وخليكي معايا وركزي في الخطوات علشان نقدر نوصل لأحلى طريقة لتفريز التوم ونستغل أكبر كمية ممكنة. وزي ما عملنا في التوم زي ما احنا شايفين، هنعمل برضو في العيدان الخضراء بنفس طريقة التوم. تقدري تستخدميها في السمك أو في أي نوع من أنواع المخلل زي البتنجان، هتبقى معاكي تتبيلة جاهزة. بعد ما فرمنا التوم بالشكل دوت، هبدأ أضيف معلقة صغيرة من الملح وهفرمه تاني. أهم حاجة ما تفرميش التوم كتير قوي علشان ما يبدأش ينزل مية منه. دلوقتي هنجيب البرطمانات وهنبدأ نحتفظ بالثوم زي ما احنا هنشوفه. اهم حاجة ما تمليش البرطمان جامد قوي علشان لما بعد كده بعد ما يتجمد تقدري تطلعي منه بحرف السكينة كده ويبقى سهل معاكي. وهنطلع من الفريزر وناخد منه بس بطرف السكينة كده الكمية اللي احنا عايزينها، ونرجعه على طول وهو لسه مجمد في الفريزر. وهقول لك على طريقه حلوه قوي لو انت ما عندكيش كبه. لو انت ما عندكيش كبه، هاتي كيس زي اللي هو كيس السندوتشين، حطي كيس جوه كيس وحطي التوم فيه وخرطيه زي ما بتعملي الملوخيه بالظبط. الكيس هيحفظ التوم وفي نفس الوقت هتقدري تفرمي التوم زي ما انت عايزه بالظبط. اهم حاجه ما تمليش البرطمان للاخر. ودي كل الكميه اللي احنا عملناها من التوم، حاجه كده بسم الله ما شاء الله زي الفل، هتقضيكي السنه كلها. وتعالوا نشوف عملنا ايه في القشر واسمعوا كده كويس. وزي ما قلت لكم القشر دوت وهو لسه طري نخليه يومين 3 بره في الهواء زي ما بننشف النعناع، وهنحطه حوالي 5 دقايق بس في الفرن وهيدينا النتيجة اللي احنا شايفينها. وبعد كده هنضربه في المطحنة عشان تقدري تحصلي على احلى توم باودر. لو جربتي الطريقة ديت اوعدك ان انت هتعمليها كل سنة باذن الله، ومش هتشتري التوم الباودر ده تاني من بره، لان فعلا فرق في الطعم وفي الريحة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. واعمليه بالطريقة ديت علشان تقدري تحصلي على توم باودر ناعم. ولو لسه معايا لحد دلوقتي ومتابعاني خطوة خطوة في تفريز التوم وعمل التوم البودر، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. وهبدأ دلوقتي افركه بايديا زي ما انتوا شايفين، واي اجزاء طرية هبدأ اتخلص منها، ولازم نتخلص من الاجزاء الطرية ديت لان بعد كده ممكن تخلي التوم البودر ده يعفن معانا بسرعة. وبسم الله ما شاء الله قدرنا نحصل الكمية ديت حوالي ربع كيلو من التوم البودر. ولو جربتوا الطريقة ديت اوعدكم ان انتوا مش هتشتروا التوم البودر دي تاني من بره. وبكده قدرنا نستفيد من كل كمية التوم اللي احنا جبناها، ومفيش حاجة باظت معانا في التخزين ولا اي حاجة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.